السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشتي نحكي عن قضية الأخت جنات اللي شغلاه وسائل التواصل الاجتماعي. وقبل ما أتكلم على الطفلة جنات نشتي أتكلم عن الإعلاميين والمفسبكين واليوتيوبرين وهن اللي ينشروا واللي هم مشاهير واللي هم يعني ما يسمعوا ما شيء قاموا يطرطروا بالخبر طرق يسمعوا من طرف واحد دقيقة قالوا يا أخي أنا مظلوم، قالوا كلهم انتفضوا معه ولا هم دار انه مظلوم ولا كذاب ولا على حق ولا خلاص يسمعوا من طرف واحد قاموا انتفضوا. يا اخي انا اشوف ربما يكون غلطان، ربما يكون يعني يستدرج الشعب يستدرجوا علشان يرجعوا على حق. بهذه الطريقة يحتمل انكم تنصرون الظالم على المظلوم. ما لكم دحين انتم تفكرون فيكم لكم ايش تنصروا المظلوم؟ ليش؟ والسبب هذا ايش هو؟ السبب هم القضاة الفاسدين، هم اللي خربوا سمعة البلد، هم السبب القضاة الفاسدين. واعترف ان في قضاة رجال في قضاة، ولكن على المستوى في قضاة قالوا انهم خربانين فاسدين فيه. نوجه رسالتي الى حكومة صنعاء. حكومة صنعاء هي افضل الحكومات على وجه الارض ونحن معها في كل شيء ما دام صامدة على الحق. هذا اللي هي الان احنا بين الحق، احنا عند الحق الان ونحن مع حكومة صنعاء ما دام هي مع الحق، ولكن نود منها أن تعدل من القضاة. في قضاة فاسدين، نود منها أن تعدل في القضاة. القضاة أشد خطرا من أمريكا وإسرائيل. أي والله لله العلي العظيم من القضاة خطر لو فسدوا بالبلاد من أمريكا وإسرائيل. هذه الرسالة أقوله. أما عن الإعلاميين قلتم تعرفون ما يسمعوا ما حاجة يحبوا الفتنة، يتكلموا احيانا يتكلموا بحاجه صح وده بس زياده، يعني ما يسمعوا من طرف واحد ينتقدوه على حق وعلى باطل. مره تجي لهم على حق والرجال على حق، ومره يجي الرجال على باطل وهن يدقوا يطلع خبر. وما انتقدش كل الاعلاميين، انتقد بعض الاعلاميين، لان في اعلاميين شرفاء ودباء مثل مالك الشباطي ومصطفى الممري، ناس يعني ما يتكلموا الا بواقع شيء يعني معروف. اما الطفله جنات عمرها 9 سنوات، اغتصبها واحد عمره 29 سنة أو 30 مزوج، وقيل أنه مخلف عيال. أقول وسطا يقولوا يتزوجه يدفع 5 مليون يتزوجه. انت معاكم عقول التون، كيف يدفع 5 مليون يتزوجه بأي شرع بأي قانون بأي دين؟ تقول الله عيب عليكم عيب. كيف يتزوج يدفع 5 مليون يتزوجه؟ هذا اغتصاب. لو كان شاب كان يعني شبابه وهو شباب يعني وهي راضي وفي قاع زنا وهو محصن يحكم عليه بالرقم حتى يموت وهي راضية وهي شباب. أما هذه جاهلة واغتصاب بالغصب وتقول الزواجات ب 5 مليون أين مكان بأي وقت بأي دين؟ تقول الله ايش هذا الخبر ايش؟ قلنا توب احنا استنوا ما لا قولوا الإعلاميين استنوا قبل ما انتم يا اللي تتوسطوا اهدوا. ذاهم عند الإعلاميين طيب قاعد عند دولة ودولة حكموا على انه هو يعني خروج ولا شيء. احنا نطالب من الدولة انها تقيم على الحد الشرعي. واستكمل الفيديو السابق عن قناة. لحد الان ما فيش قاضي حكم انه يعدم او يشنق او يتزوج او يسمح. ونقول للاعلاميين انتظروا استنوا وشوفوا ما يقولوا وارجعوا انتفضوا له حكم خطأ انتفضوا، وانا معاكم اول المنتفضين.